حاطط شيء يا ولاد؟ ايه تكرم حجي. سيب. كرش وجاهة خاتم عقيق، دقن خفيفة مع المسبحة، هذا الشيء اللي بيخطر ببالك أول ما تسمع كلمة حجي. هلا تجاريا الحجي هو كبير العيلة اللي بإيده المصاري والمالكانات اللي تركها الحجي الكبير، واللي هو كمان بدوره رح يورثها لأولاده حجاج المستقبل. هوب وهذا كله لك. منشان هيك بتلاقيه سافق لك قارم على واجهة الدكانة، مثلا انه نوفوتي الحاج اب تحسين واولاده، او دخانية اولاد الحاج المرحوم ابو فلان. على راسي والله والنعم. تغيرت البلد واختلفت الظروف، وصار في مؤسسات ومنظمات ومكاتب ومجالس ولجان، وبما انه نحن شعب بيحب التمسك بالعادات والتقاليد حافظنا على طريقة الحجي مع شوية تحديثات، وصار الحجي الجديد يدير دكان مرخصة بدل النفوتين. هلا النظام والهيكل التنظيمي في مؤسسة دكان الحجي هو كالتالي: عنا الحجي وحاشيته وقرايبينه، وعنا صغار الكسبة. بيقدر الحجي يوظف اي حدا، ابن عمه وعديله واولاد القرايبين والمحبين، من باب الخدمة الله وكيلكم. بس لاني اخوه كنت يعني فيك تقول نائبه. وببلشوا يترفعوا وتزيد رواتبهم، وبدكان الحجي كل شيء وارد وله حال. فمثلا ممكن يصير احد قرايبينه الحائز على شهادة محو الأمية مدير تنفيذي بيوم وليله، راس مالها دورة على حساب المؤسسة اسلامة خيركم. من شان هيك ممكن تدفع مؤسسة الحجي رواتب ومصاريف أكثر ما تدفع للمحتاجين اللي هي إنه وجدت على أساس لتساعدهم، وكله بيترقى لا تخافوا. بس هو ذكي كتير ذكاء. هلا عنا صغار الكسبة، واللي هن الاشخاص المؤهلين واصحاب الكفاءه، يلي هن فعليا اكمالة عدد وبروزه، بس من شان الحجي يشوف حاله قدام الدكاكين، عفوا المؤسسات الثانيه، انه انا عندي اهل الاختصاص، بس بالواقع هن مثل علب الدواء الفاضيه يلي بيحط الصيدلي على الواجهه بس منظر، فالحجي بيقطش وبيلحش من عنده وعلى مزاجه. بتفشي لي الصف الاول لقدام شوي حتى الزباين يشوفوا العلب منيح. يعني حتى لو في مدير مالي بشهادات عليا، بس القبض والصرف ما بصير الا بعلم الحجي، لك حتى مفتاح الصندوق بيبات معه. هلا مشاريع مؤسسة دكان الحجي بتكون حسب الطلب، حسب السوق بسوق. مرة بتلاقيه عنده مشاريع دعم نفسي للأطفال وسلم أهلي وإنعاش الأمل في نفوس الجيل، ومرة بتلاقيه عامل مشروع الأبقار والتكاثر اللاجنسي عند الملفوف. هلا علميا أثبتت الدراسات إنه نظرية الحجي لا تفنى، وإنما تتحول من شكل إلى آخر، يعني بتنتقل من الإغاثة على الإعلام، من الإعلام على السياسة، من زعامة دكان وحارة لقيادة بلدان ودول. إذا فهمت نظرية الحجي مزبوط لازم ما تستغرب لأنه الرئيس الكولومبي أخذ جائزة نوبل، لك إذا شمعون بيريز بزمانه أخذ جائزة نوبل وللسلام، رح تستكتروها على الحج الكولومبي. جوات كل واحد فينا في حجي صغير عم يعكرت ويمارس طقوسه على اللي حواليه. حاول تسيطر على الحجي اللي جواتك، يعني إذا عندك مؤسسة أو جريدة مو ضروري يكونوا كل الموظفين من نفس العيلة. على كل حال الله ينجي من الحجي. سلم لي على الحجي روحي. أودعناكم.